ديالنا واقفة وتاخد الشكل ديالها وما تهبطش. كما كتلاحظوا غنبقى ندلكها بحال هكا، نرش الدقيق وندلكها ونبقى نقلبها وندلكها حتى نحصل على السمك اللي انا باغا، اللي هو ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف. الا كانت رقيقه بزاف غادي تحرق لكم في الطياب، واذا كانت غليظه بزاف ما غاديش تكون مقرمشه. خاصكم تدلكوها حتى تحصلوا واحد السمك اللي هو متوسط، يكون شي 3 مليمتر صافي، وتكون جاهزة للتشكيل. من بعد ما دلكناها وحصلنا على السمك اللي بغينا، غنبداو نقطعوها على شكل مربعات، ما يكونوا صغار بزاف وما يكونوش كبار. كنستخدم الجرارة ديال الشباكية وكنبدا نقطعها في الاول هكا شرائط، يكونوا قياس مثلا 4 سنتيم. هذا هو القياس الزوين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. 4 سنتيم كافيه. انا كنخدم عيني ميزاني، اللي ما عرفاتش تاخد المسطره وتبقى تخدم بها ماشي مشكل، الدنيا هانيه. بالنسبه للمبتدئات يقدروا انهم ما يعرفوش ياخذوا القياس بينهم، ولهذا من الاحسن يستعملوا المسطره. وكان من بعد هذوك ما شكلت دوك الشرائط كنقطعهم مربعات كما كتلاحظوا على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هذا العجين هذه كامل. كنستمر على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا ان المربعات عندي كلهم قياس واحد كما كتلاحظوا. ودابا غنبدا نشكلهم، غناخدها ندورها هكذا على صبعي ونضغط عليها مزيان باش ما تفرقش ليا في الطياب. كما كتلاحظوا البنات ملي كنلقاو دوك جوج ريوس كنضغط عليهم مزيان باش ما تفرقلياش في الطياب وتفقد الشكل ديالها ديال البليغه. كنستمر بحال هكا حتى نسالي العجين ديالي كامل، وعاد كنطيبوها في الزيت. كنديرو الزيت سخن ونقليوها فيها ونردو البال انها ما تحرقش لينا حتى تاخد داك اللون الذهبي، ونهزوها من الزيت ونطفيوها في العسل. وبغيتو تزينوها باللوز زينوها، بغيتو تزينوها بالجنجلان زينوها. هنا البنات غادي ندوزو المقادير البشنيخه. كندير كيلو ديال الدقيق، خميره حمراء، قبصه ديال الملح، كنخلطهم مع بعضياتهم، خلط هاد النواشف مع بعضياتهم. كنضيف لهم القليل من خميره العجين كما كتلاحظوا، غير شويه ما تكتروش باش ما تبقى تخمر لكم العجينه. حنا بغيناها تجينا خيوطه ديالها رقاق وفاش طيب تجينا مقرمشه. من بعد كنضيف شويه ديال الحليب فاش تذوب ليا ديك الخميره. عاد كنكمل الحليب اللي عندي. بالنسبه للكيلو ديال الدقيق درت نص لتر ديال الحليب، ديجا فيضتو وخليته يبرد، عاد بديت كنخدم به صافي. من بعد ما دابت لينا ديك الخميره ضفت 3 المعالق كبار ديال الزبده مذوبين، ونبدا نخلط في العجين ديالي، ونبقى نضيف داك الحليب اللي بقى ليا شويه بشويه حتى ندخلو في العجين كامل ونحصلوا على عجين متماسك، ما يكونش رطب بزاف وما يكونش قاصح بزاف.
تكون العجينة متماسكة باش ملي ندوزوها في الماكينة ديال الشباكية تخرج لينا الخيوط ديالها مفرقين، ما يكونوش مخلطين مع بعضياتهم. كما كتلاحظوا انا دوزتها في البلاصه ديال الدلاكه هي الاولى، عاد خرجتها من البلاصه ديال الخيوط. هاد الاله هذه خاصه بسباكيتي، وكتعرفوا انها مؤخرا نستعملوها بزاف المغاربه في هكا في الحلويات المغربيه. كما كتلاحظوا ملي كتكون العجين متماسكه وما رطباش بزاف كيكونوا الخيوط ديالها مقادين. كناخد واحد الكميه معقوله ديال الخيوط، ما يكونوش قلال وما يكونوش كتار بزاف، باش ملي طيب تجينا مشبكه. كناخد القياس وكنبدا نجمعهم ونشكل بهم الحلوه ديالنا ديال البشنيخه. من بعد ما درت الكميه اللي بغيت ديال الخيوط، بديت كنضغط عليها ونشكلها نفس القياس، كل حلوه بنفس القياس كما كتلاحظوا، وكنبدا نقطعها بالجراره ديال الشباكيه. وها هي الحلوه ديالنا ديال سباكيتي. شفتوا البنات كيفاش انها الخويطات ديالها معزولين ومشبكه، وغادي تبان لكم التشبيكه ديالها مزيان في الطياب. وها هي البشنيخه ديالنا من بعد ما كملناها في التشكيل وطيبناها في الزيت وطفيناها في العسل، كنحصلوا عليها على الشكل الاتي كما كتلاحظوا كيفاش مشبكه ومقرمشه. يا البنات ما نعاودش لكم على القرمشه اللي فيها. وهذه البليغه حتى هي من بعد ما طابت وطفيناها في العسل وزيناها بالزنجلان. وهذه عاوتاني الشباكيه حتى هي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، حيت ديجا درتها في فيديو السنه الماضيه. رمضان ما احلاه، رمضان ما